هنا نشوف أزرارها. عندنا يعني التحكم مالتها، يعني مثلا هذه من هنا تحول جير سبورت رياضي، وهذا ترجع على الدي طبيعي اللي هو هذا، بس اشغلها ورمك وياها. فعندنا بعد هذه هنا من اشاره يسرى يمين، هنا توقف اشاره، هنا لايت عادي ناصي. هذه هنا رماش لللايت. هنا تقفل المحرك الطفي ما يشتغل. هنا بارك. هنا ستارت تشغيل. هنا تحول من جير الاوتوماتيك الى مانيوال عادي، يتحول جيرها. من هنا تفتح سويتش، شوفها بالطريقة هاي. وهاي من هنا هسه حولنا من هاي الدقمة قلنا. هاي عادي اوتوماتيك، وهنا مانيوال حولناه. منا نحول هاي الدقمة نحولها الى سبورت رياضي، تحول الى سبورت رياضي. منا الرجعة على العادي. هنا نضغط بريك، وبعدين نضغط هنا ستارت. هي قلنا تشتغل نظام البصمة، اللي هي هاي البصمة. هذه البصمة مجرد تكون هي بجيبك انت، هي بأمان، يعني هي بأمان تشتغل طبيعي. مجرد تبتعد عنها بعد ما تشتغل، يعني هسه لو تبتعد عنها مترين ونص تلغي بعد ما تشتغل. هنا لو حولتها من هنا مثلا هذا، اذا طفيتها نزلت على الوضعيه تركتها باي مكان ما عليها شيء. بس اذا تجي تحولها بهالطريقه تقفل الستيرن هيجي، هسه بهالطريقه هذا لوك. هسه هي قفلت هنا، قفلة ستيرن بعد ما يتحرك، وقفلة الاكسل الخلفي مالتها، قفلة التاير هذا مالتها، يعني بعد ابد ما تتحرك. هاي من هنا هذا البوكس نضغط هنا، نضغط هنا، فتح عندنا هذا المجال، يفتح هنا عندنا فتحة قليل، يفتح فتحة قليل. لو حبينا نفتحها أكثر من جوا كليطة هنا ينفتح هنا جرار صورة أكبر. من هنا هذه نفتح بها البنزين، فتح عندنا من هنا البنزين. لازم نرجعها هاي نرجعها. هذا البوكس هنا عندنا يفتح الجنطة. طبعا الجنطة ما تنفتح، لازم طافية. هاي جنطتها كبيرة كلش، يعني داخلها هنا. أنا بصراحة تعرفون أنا لازم أسوي لي شغلة، هي جاية يعني بلادية ما بيها شاحنة مال تليفون، فأنا ضفت لها هنا. وشوف هاي جوا افتحها،
شفت الهاية صارت عندنا بيها شاحنة. بصراحة شفتها في شيء مهم، شاحنة هنا بهذا المكان، وهاي شاحنة مال تليفون تدخل بهذا المكان. إن شاء الله كل خباياها إن شاء الله ما يخفى علينا شيء، وتحياتي لكم.